عايزاك تتخيل معايا علاقة انتهت من شهور أو من سنين. الكلام وقف، الرسائل اختفت، وكل واحد المفروض راح لحاله وكمل حياته. ولكن فجأة تكتشف ان الشخص ده لسه موجود، مش في حياتك لكن في الظل. اول واحد بيشوف الستوري، اول واحد بيعرف اخبارك، اول واحد بيدخل على بروفايلك يوميا، موجود لكن ساكت، قريب لكن بعيد. السؤال اللي بيفضل يطارد ناس كتير: لو هو مش عايزني ليه بيراقبني؟ ولو عايزني ليه مش بيرجع؟ الحقيقة ان اغلب الناس بتقع في فخ خطير جدا. اول ما بتكتشف ان الشخص موجود ولسه بيراقبها، بتعتبر ده دليل على الحب، دليل على الاشتياق، دليل انه ندمان. لكن المفاجأة ان بعض الاشخاص اللي بيراقبوك يوميا ممكن يكونوا اقل الناس ناوية للرجوع. واحيانا الشخص اللي بيراقبك اكتر شخص بيكون هدفه حاجة مختلفة تماما عن اللي في بالك. وفي الفيديو ده هنكشف الاسباب النفسية العميقة اللي بتخلي بعض الناس يفضلوا يراقبوك حتى بعد الانفصال. وهنتكلم عن دوافع محدش تقريبا اتكلم عنها، لان اللي هنتكلم عنه النهاردة ممكن يغير طريقة فهمك لتصرفات الناس كتير. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفني، معاكم ايمي داوود، لايف كوتش معتمدة، وبشارك معاكم محتوى عن العلاقات وفهم المشاعر بعد الانفصال وتطوير الوعي العاطفي. لو بتحب النوع ده من المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. اول سبب: لانه مش قادر يتقبل انك بقيت شخص خارج سيطرته. ودي نقطة خطيرة جدا. في ناس ما بتكونش متعلقة بيك كشخص قد ما بتكون متعودة على وجودك، متعودة انها تعرف اخبارك، متعودة انها تبقى جزء من يومك، متعودة انها لو حبت ترجع تلاقيك موجود ومتاح. وفجأة العلاقة انتهت وبقيت شخص مستقل عنه. هنا بيبدأ نوع غريب من المراقبة، مش حب لكن محاولة لاستعادة احساس السيطرة، كأنه بيقول لنفسه انا مش معاه لكن على الاقل عارف اخباره. السبب التاني: لانه عايز يتأكد انك لسه متألم. ايوه، في ناس بتراقبك مش عشان تطمن عليك لكن عشان تطمن على نفسها. كل ما يشوفك حزين يحس انه كان مهم في حياتك، كل ما يشوفك متأثر يحس ان ليه قيمة عندك. لكن لو شافك سعيد بيبدأ يتوتر، لان سعادتك معناها انك قدرت تعيش من غيره، وده شيء بعض الاشخاص صعب تتقبله. تالت سبب: انت بالنسبة له مشروع غير مكتمل. العقل البشري عنده مشكلة مع الحاجات اللي انتهت بدون اجابات. عشان كده احيانا الشخص بيراقبك سنين، مش لانه بيحبك لكن لانه مخه لسه مش مستوعب النهاية. العلاقة انتهت جسديا لكن نفسيا لسه مفتوحة. رابع سبب: الاحتفاظ بيك كخطة بديلة. ودي من اكتر الاسباب اللي الناس بتكره تسمعها. في بعض الاشخاص انت بالنسبة لهم مش الحب الحالي لكن محطوط في خانة الاحتياط، الخيار الموجود على الرف، الشخص اللي لو فشلت كل الاختيارات التانية يبقى ممكن افكر فيه. عشان كده بيفضل متابع، متأكد انك لسه موجود. وده للأسف بيحصل اكتر مما الناس متخيلة. خامس سبب: الذنب. في ناس بعد الانفصال بتبقى عارفة انها ظلمتك، عارفة انها جرحتك، عارفة انها قصرت معاك، لكن بدل ما تواجه الشعور ده تفضل تراقب. كل ما تشوفك كويس ترتاح شوية، كل ما تشوفك متألم الذنب يزيد عندها، فتدخل تاني تشوف اخبارك وتفضل الدايرة مستمر. سادس سبب: لانه في علاقة جديدة لكنها مش مريحة. ودي نقطة ناس كتير ما بتفكرش فيها. احيانا الشخص يكون مرتبط فعلا لكن لسه بيراقبك. ليه؟ لانه بيقارن، بيشوف
هل الشخص الجديد احسن؟ هل القرار اللي خده كان صح؟ هل خسرت حاجة مهمة؟ وده لا يعني انه عايز يرجع، لكن معناه انه لسه بيقيم الماضي. سابع سبب، الشخص المتجنب. في نوع من الناس اسمه المتجنب، دول لما يحبوا حد فعلا بيخافوا من القرب، ولما بيبعدوا بيخافوا من الفقد، فتلاقيه اختفى من حياتك لكنه لسه بيراقبك، محتاج يحس انك لسه موجود لكن مش مستعد يقرب. ودي من اكتر الحالات اللي بتحير الناس. تامن سبب، النرجسي. ليه بيراقب؟ النرجسي غالبا ما بيحبش الاشخاص، بيحب تأثيره عليهم، فلما بتخرج من حياته بيبدأ يراقب، مش لانه مشتاق لكن لانه عايز يعرف انت لسه فاكره، انت لسه متأثر بيه، لسه بتتكلم عنه، لان اهتمامك بالنسبة ليه كان مصدر تغذية للأنا بتاعته. تاسع سبب، الغيرة. الغيرة مش الحب، ومهم جدا نفهم الفرق ما بين الغيرة وما بين الحب. ممكن شخص يغير عليك من غير ما يكون بيحبك، وممكن يشتاق لوجودك برضو من غير ما يكون بيحبك أو بيفكر يقرب، ويرفض يشوفك مع حد تاني من غير ما يكون مستعد للرجوع. عشان كده الغيرة لوحدها مش دليل على الحب. وأكبر غلطة الناس بتقع فيها إنها تعتبر المراقبة رسالة. الحقيقة المراقبة مجرد مراقبة، الرسالة الحقيقية هي الفعل. هل اتواصل معاك؟ هل اعتذر؟ هل حاول يصلح العلاقة؟ هل خد خطوة؟ ولا مجرد بيتفرج من بعيد؟ لأن في فرق بين شخص بيتابع حياتك وشخص عايز يكون جزء منها. في نهاية الفيديو خليني أقولك حاجة مهمة جدا، ممكن تكون مؤلمة شوية. مش كل شخص بيراقبك مشتاق، ومش كل شخص مشتاق بيراقبك. في ناس بتراقب بدافع الحب، وفي ناس بدافع الفضول، وفي ناس بدافع الأنا، وفي ناس بدافع الندم. لكن الحاجة الوحيدة اللي تثبت المشاعر فعلا هي الأفعال، مش الستوري، مش المتابعة الصامتة. عشان كده لو اكتشفت ان شخص من الماضي بيراقبك، ما تسألش هو لسه بيحبني، اسأل السؤال الأهم، هل عمل أي شيء يثبت ده؟ لأن أحيانا أكبر كذبة ممكن نقع فيها إن شخص يتفرج علينا من بعيد بينما هو من زمان جدا خرج من حياتنا. اكتبولي في التعليقات، هل عمرك اكتشفت إن الشخص كان بيراقبك بعد الانفصال؟ وهل شايف إن المراقبة معناها اشتياق فعلا ولا ليها أسباب تانية؟ مستنية رأيكم في التعليقات.